في النصر حتى تعرف انه يعني شوف اخطاء في تخبط غير طبيعي. اعطيك واحد مثال ثاني، تخبطات غير طبيعيه، عرفت قصدي؟ اوكي في ثبات في النصر. في النصر حتى تعرف انه يعني شوف اخطاء يعني ما يمكن السكوت عنها، وجمهور النصر نبه عليها من نهايه الموسم الماضي. اعطيك واحد من الاخطاء هذه. اليوم ان تلغي عقد اللاعب الظهير الايسر، اللي انا بالنسبه لي اشوف انه قدم موسم ممتاز زين وهو جاي صفقه حر، لاعب كلاعب حر. تلغي العقد العصر وتعتمد، لاحظ انت النصر اليوم بيشارك في دوري النخبه الاسيوي، في الدوري، وايضا سيشارك في كاس الملك، وشارك مسبقا في بطوله السوبر السعودي. موسم طويل في اصابات في ايقافات، تعتمد على الثنائي اللي هم من ماجد قشيش، تعتمد على سالم النجدي. حتى سالم النجدي اللي احضر النصر لم يلعب اي من المباراتين الماضيه. يعني في تخبط غير طبيعي. اعطيك واحد مثال ثاني. من اللي يتحمل هذا التخبط؟ تحملها الجهاز الفني والمدير الرياضي هويرو، ومن بعدهم طبعا في المقام الاول الرئيس التنفيذي قويدو. اعطيك تخبط ثاني. الجهه اليسرى في النصر من الموسم الماضي الى الان، الى الاعلان الاخير، في 4 لاعبين اجانب. عندك تلس، عندك كونان معار للفيحة، اوكي، عندك الله يطول بعمرك ماني، وعندك الان اللاعب ويسلي. حتى يقول في واحد من العيال يقول لي في وزن اذرع منفقع الذراع اللي عند النصر اللي باليمين. يعني تخبطات غير طبيعيه، عرفت قصدي؟ اوكي في ثبات في النصر على لابورت، على الحارس كان واحد من اهم الصفقات، لكن حتى تعرف المشكله انه اليوم الجمهور قاعد ينبه يا جماعه يا ناس، ترى في النصر في مركز يعاني من الضعف. الاتحاد جايب 2 اجانب في هذا المركز المحور، الهلال كذلك سافيتش وروبن نيفيز، في الاهلي كذلك. انت اليوم نفس اللاعبين اللي يلعبون في الوسط الملعب قد يصاب احد، قد يطرد احد. وشفنا احنا في مباراة النهائي في كاس الملك. لكن في النهاية التعاقدات ككل يا ابو خالد صعب، مثل ما قالوا مساعد العبدلي، صعب تحكم عليها في اول اسبوعين.